كان الفيديو اللي درتي لنا انك كنتي الله يعافيك الجميع انك كان عندك السكريات الحمد لله درتي لاباس استقر عندك الدرهم. ماشي استقر، انا العام اللي فات كليت ولا فات جاني السكر. هذا العام انا تنصوم الحمد لله وصلت الاثنين والخميس قبل ما يجي رمضان. هادشي اللي بغينا نعرف. دابا انا حتى كنت ما يمكنش انا بدا معروف عليا راه تعرفوا مساله كوغمون بمعنى من الصباح سنين ناكل. اللهم لك الحمد. زعما ماشي تنجامل ولا هذا، تنقول لك العام اللي فات اكلت رمضان معذور. هذا العام شنو درت؟ داكشي اللي درت هو اللي قلته في فيديو ما عندي ما نخبي على الناس. درت والو، درت انا المثلث الذهبي اللي نصحوا به الناس وحاجه وكلشي. عمل المثلث الذهبي درته كما يربح، ماشي واحد تيدير عطاك راه الدواء تيعطيك الطبيب الدواء ما تديروش مع الريجيم وكتبقى حياتك كلها كتروح. دونك هذاك المثلث الذهبي ديرو كما ينبغي وشوش ما تحتاجش. انا كانت عندي 3 جوج 8 جوج 60 جوج 40 جوج 80 3 جوج 60 وتا ناكل داك الدواء ديال الدوله ديالنا اللي تيعطيونا الدواء تنشريو ديال الدواء الزين بلا ما نهضروا حنا في داكشي ديال الدواء وما تنتهيش الشفا وديما كوخمو وديما الشناف ديال الزورق والتبول حاشاكم دائما بداك التبول. هذا هو الاعراض ديال السكر. ما بقاش داك التبول ديال الزيره، ما بقاش يكشف ليا، ما شربتش الماء بزاف ديالها، مشيت تنقلب. انا درتو عا في شهر بعدا نورمالمون تيدير 5 شهور 10 شهور، درتو شهر. داك المثلث الذهبي كما ينبغي مازال تنعاودها. يعني فوقاش كنفطر مثلا انا حيدت الفطور ديال الصباح وليت حتى 12 مثلا. سمعت كلام ديال الدكتور حسين قال لي دير هذا الفطور جميل حتى 12 وليت حتى 12 بديت نديرو في الصباح. الصباح كناخذ القهوه مثلا ديال ديكس ال كنشرب عينو ديك القهوه الكحله الزبده، كنشرب ديك القهوه بحال كاني كنشرب قهوه تجي داك 12 كنحس فيه انا خصني ناكل. تناخذ المكملات ديالي سبيرولا عصير المغنيسيوم مخلط الريشي طف تنقص واحد نص ساعه ثلاثه تنفطر تتولي الشهيه ديالك تتسد. علاش؟ تندخل لها السبيرينا والمورينزي وندخل لي مكملات غذائيه اللي عالميه عندها فهمتيني. تولي تحس بالذات ديالك كدير السموم تتسرد ما تيبقاش عندك داك الحالات والاعراض ديال السكر. مشيت نقلب السكر دابا الفيلم كله هي النتيجه، ماشي درنا هادشي درنا لا عطيني النتيجه. دزت قلب السكر لقيت غرام صفر ما تنغوت حتى واحد يقول فرحه حيت ما عمرو كان عندي اذا ماذا فعلت؟ هاد المثلث الذهبي الحمد لله كان هو السبب باش شافاني. وعلاش ما نشدش نهضر في الميكرويات ونقول انا ماشي هاد الشركه تتخلصني باش ندير هاد انا فنان اللي مارج دو مارك ديالي هو الفن. دونك ملي غنجي نخليك انت كدير هكا في الفيديو كتصوريني وصورت داك الفيديو طلبوه مني كذا ما تيخلصونيش عليه. ولكن أنا سأذنب في حقي أنا وفي حق أي إنسان سولني ونكذب عليه. فاضطريت ماشي اضطريت تنفتخر بها وأي واحد يسولني كنقول له صور ذاك الفيديو وشاريه مع الناس وعلى حسابي أنا مع الله سبحانه وتعالى. عليكم به راه شوف السكر الكبده أي مرض عندك دير داك المثلث الذهبي راه يطرد السموم اللي انا كنت نوصف كنوصف بزاف دوك السموم اللي كاينه داخل. كيفاش تنوصفها انا؟ كاينه عندنا سنين وفرطه كلشي عنده. بمعنى اللي ما عنده السكر ما عنده كبده يرتقب المرض راه شنو الحلاوه في هذا المثلث الذهبي ولا في هذا الريشيم اللي كيدخل عندك هاد المنتجات ديال الشركه؟ شنو الزوينه؟ تدخل عندك لداخل ودوك السموم اللي داخل عندك في الجسم تكون خافه الحلبه ديالها هي زينه كيتسمى داخل داك المكملات ديال ديال الحشيمه. اسمع وما تتهدرش لا ما تتهدرش ماشي كتقول لك مثلا اخرج انت ما كتهدرش حيت عندها قوه واعره. عرفتي اللي ما كيهدرش بالسلام هو اللي واعر دير هذيك السنه ديك الانفاق. اش كيدير الاخر؟ اش كيبقى يدير ديك السموم اللي عندها 20 سنه كدير ها هو انا ها هو جاي حيت شي واحد خرج من الجنون ماشي بحال هكا راني راكم تيسمع مع التبويض الله تولي عندك البعد وانت كتخاف تتقيل شتي الفرق ما بين الفنان والانسان العادي؟ شي تبارك الله